السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنعتذر بزاف غيبت عليكم، ولكن خارج عن ارادتي. كنت شويه مريضه، مرضت انا وتليفوني بطبيعه الحال، كي راكم عارفين القاعده. مرضت انا والتليفوني، وداكشي علاش انقطعت اخباري. درت عراضات وكلشي، ومكانش عندي كاع كي غادي ندير كي نفيلميهم لا حتى شي حاجه، وما فيلمي حتى شي حاجه. المهم صوبنا التليفون وحنا ولينا حنا والتليفون. في هاد الايام هذه المباركه ديال العيد الكبير ان شاء الله، عيد الاضحى، ما غاديش ندير. جاوني بزاف الانتقادات انني درت شي دي غوسيت شويه كانوا غاليين، ديال الكاطو باللوز وداكشي في عيد صغير. غادي ندير دي غوسيت اللي غيكونوا في المتناول. ديجا راه عيد الكبير راه غالي، عيد الاضحى راه قال هذاك الناس كاملين راهم يتشكاو من العيد. المهم غادي ندير كاطو ولا ندير الحلويات اللي تكون في المتناول ان شاء الله. نرجعوا شويه للارشيف، داكشي القديم. المهم حيدوا البهله باللوز، وحيدوا الفقاس باللوز، وحيدوا كاع داكشي اللي باللوز. غندوزو للطحين والكاوكاو والزنجلان. ما نطولش عليكم، غندير لكم واحد الحلوه زوينه غيبغيوها كاع اللي ما عندهم سنان، كما تيقول لي واحد الاخ ديالي، كاع اللي ضروا فمو ديروا له هاد الاغنيه، ديروا له هاد الحلوه، هاد الاغنيه. المهم غادي ندير لكم واحد الكاطو اللي تيجي غزال ولا حلوه، سميتها حلوه ديال البونجا. ونيت دايره كي البونجا، يعني قال هذاك اسم على مسمى. واحد الحلوه اللي ما فيهاش بزاف ديال المقادير، غادي نشاركها معكم، نتمنىها تعجبكم. غادي ندير لكم بزاف ديال الحلويات هذا العيد، ما غيكونوش حلويات غاليين، غيكونوا في المتناول ان شاء الله. نتمنىكم تسامحوا لي لحقاش غبرت عليكم. شكرا كاع الناس اللي سولوا عليا، وتنقول لكم شكرا. وراني ما تنساكمش، راني ولفت ندير لي فيديو، راه مي تنطيب شي حاجه وما تنصورش يبقى فيا الحال، بالاخص الا كانت شي حاجه زوينه. وهذا الشيء اللي كتاب. دابا كنقول لكم غندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد الحلوه هذه. وكما قلت لكم بالنسبه للمقادير، عندي 5 ديال البيضات كاملين، عندي 2 ديال كيسان ديال السكر سنيده او السكر حبيبات، سكر سنيده. وعندي 2 كيسان ديال الزيت، حتى هما اللي درت في واحد هذا، في واحد البول ولا في الروبو كيف ما بغيتو. وعندي واحد نص كيلو ديال الطحين، وعندي واحد الخماره انا هنا ديال 15، واللي ما عندوش 15 غادي يدير 2 ديال 8 باش يدير 16. يعني نورمالمون 16، انا درت وحده ديال 15. غادي نطرب هذا الخليط مزيان، ومن بعد غادي ندوز معكم كيفاش غادي ندير الطحين وباقي الوصفه. وهاد الوصفه ماشي ضروري غادي نطربوا هذاك البيض حتى غادي يطلع، ماشي مشكل، غير غنخلطوه مزيان باش يذوب هذاك السكر. وبالنسبه لهذاك الطحين، هنا عبره نص كيلو ديال الطحين، درت عليهم ديك الخماره كما قلت لكم ديال 15. ودابا غادي نبدا لكم بشويه وغادي نطرب غير بشويه. يعني انا الروبوت هو تخسر ليا. المهم غادي نحاول نخلط هذا الشيء، وغادي نتلاقى معكم. وكي كتشوفوا من زدت هذيك الفرينه كتجي هكا، هذيك كتجي هذا الخليط كيجي بحال هكا. دابا غادي نديرو في واحد البوش، واحد الجيب حلواني، غادي نحاول نعمرو، وغادي ما نديرلو لا البوق لا والو. انا عندي واحد البوق اللي ما مشنف ما والو كبير، ما بغيتش نديرو باش حتى اللي ما عندوش ماشي مشكل، باش يعني نديرو كاع. واللي ما عندوش حتى الجيب الحلواني يدير واحد البلاستيك ديال الكونجيلاتور ولا ديال المجمد ويدير به هكايا. غادي نكمل، غندير غير نص الكميه باش نقدر نتحكم فيها، وغادي نوريكم الطريقه وخلاص. التبقيه غنكملوا الراسين. كنظن بان باين لكم كلشي. قلت لكم غديروا تقبه، ما غديروهاش كبيره باش ما يجيوش جو بونس كيبان. غادي نديرهم بحال الشكل اللي غادي نصاوب لي ماكارون، وتباعدوا بيناتهم لحقاش كيتنفخ. انا ما غاديش نديرهم كبارين لحقاش غادي كيتلصقوا وحده بوحده، ما غاديش نديرهم كبار. وندير لهم هكا كيسيحوا، ما منين كيطيبوا تيسيحوا شويه. انا كنرونجي الكاطو ديالي بهذه الطريقه هذه. غادي نكمل هكا كلهم، وغادي نشعل الفران كما قلت لكم يكون غير على 160 درجه لحقاش كيطيبوا دغيا. غادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت، وغادي ومن بعد غادي منين يطيبوا غادي نديرهم في واحد
غادي نجمع كلشي فواحد البلاطو، تنسالي الكميه كامله، ومنين غادي نبغي نمونطيهم غادي نوريهم لكم. ما ديروهمش كبار، يعني فوق ال10 دراهم ولا 2 الاورو ديال هنايا نيشان، ما يكونوش كبارين. غادي نوريكم ما يكونوش كبارين، وغادي نتلاقاو من بعد. غنكمل انا هاد الكميه ديالي تقريبا، غادي دير لي شي 3 ديال القصديرات هكا، ومن غادي يطيبوا غادي نتلاقى معكم باش غادي نديروا المونتاج. وكي كتشوفوا الطياب ديالهم تيجي بهاد الطريقه هادي، والشكل ديالهم مخصوش يجيو طايبين بزاف. واحد الجبانيه درت فيها واحد كونفيتور ديال المشماش، زدت فيه شي خدمه زهر، واللي بغى باش يزكالو يقدر يصاوب واحد السيرو، وباش يعطيه كميه مزيانه. غادي ندير انا راه درت واحد الكميه، انا كنبقى نطلي في الاول بالكونفيتور، عاد تندير في الاخر، عاد تبقى ندير يديا في الكوك. لحقاش راكم عارفين كاينين شي، الا درت يدي في الكوك وبقيت كندير هنا هادشي كامل غادي يعمر. كنحاول ندير لي قد يجيو مع بعضياتهم، وصافي كنكمل بهاد الطريقه حتى غادي نساليهم، ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش غادي نوريكم شنو غادي نزيد في هذاك الكوك. ومن ساليت هذيك الكميه راه عندي هاد بلاطو واحد اخر اللي هو هذا. الصراحه راه تيعطي اكثر من هاد الشكل، اكثر من هاد العدد، ولكن حيت انا راه صاوبته هذه 3 ايام ولا 4 ايام، وحيت كنت مريضه ولادي سالاوه غير هكاك بلا ما نزوقو، كلاوه غير هكاك. هذاك عندي الكوك، وعندي هذاك الشوكولا فيرميسيل غندير فيها غير شويه، وغادي نخلطها بهذه الطريقه هذه. طيحت كاع نص الفرن هكا، وغادي نبقى نمرمد ونحط هنايا كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وغادي نحطهم. تيجي كبير ما تيجيش صغيور كي كتشوفوا. غادي نكمل بهذه الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. كما قلت لكم انا كندير الكونفيتور هو الاول، عاد تنبقى ندير يدي. ملي تيكون العوين وحده كدير الكونفيتور وواحد تيدير الكوك. ندير لهم بهذه الطريقه هذه باش ما كتجلطوش كاع الدنيا. الصراحه غير تيقوني كتجي هاد الحلوه هذه راه كتجي رائعه. انا راه 3 ايام باش درت البسكوي، وساعه ما الله ينجيكم كنت مريضه. ايوا داكشي علاش راني ما درتهاش في نهارها. غادي نكمل بهاد الكميه بهاد الطريقه هذه، ومن بعد غادي نوريكم الطبق النهائي كيفاش كتجي وكي كيجي الشكل ديالها. وهذه هي الحلوه ديالي اللي قلت لكم كتجي فتيه ومفشفشه. ما كتبش كيما الكاطو الاخر دار قبل من العيد، وجدتها 4 ايام قبل من العيد وما قديتش نمونطيها لظروف صحيه. راه وجدتها حتى الليله ديال العيد، عاد درت لها داك الكونفيتور وداك الكوك وداك الفيرميسيل ديال الشوكولات. ان شاء الله بالمعاوده. ومهم تنقول لكم تابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس وهذا ما كان. والسلام عليكم.